بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أنا حابب أتكلم معاكم النهاردة في موضوع والله شيق جدا وموضوع مهم جدا، اللي هو بالنسبة للعمل. العمل هما شقين: شق عبد وشق حر. العمل العبد ده اللي هو أنت دلوقتي إن أنت بتشتغل في قطاع خاص أو في قطاع عام ومقيد بالوظيفة. حضرتك بتروح شغلك كل يوم بتبدأ شغلك من الساعة 7 و 8، بتخلص. في ناس بتخلص الساعة 4، وفي ناس بتستمد شغلها زي العبد لله لحد الساعة 8 9 بالليل، يعني من 12 ل 14 ساعة من خروجك لبيتك ولرجوعك، 14 15 ساعة انت مقيد مع صاحب العمل. لا تقدر تستأذن، ولو عندك ظروف مش هتقدر. حين ميسرة. انت زي ما كان في السابق العبودية، العبد والسيد. العبد يشتغل ويعمل وما يقدرش يسافر، ما يقدرش يتجوز الا باذنه ويسافر باذنه وكل حاجه باذنه. فهي دي العبوديه. ويدي لك في الاخر شويه فتات تعيش بيهم، مجرد ان انت بس عايش عشان تاكل او تشرب بس عشان تعيش او الكلام ده كله. طب العمل التاني اللي هو العمل الحر ده اللي بتكسب منه وبتكبر منه وبتبقى رجل اعمال منه وبتبقى حاجه كبيره. انت هتقول لي هو حد يلاقي شغل؟ احنا مجرد بس احنا بنشتغل بس عشان نجيب قوت عيالنا والشغل؟ لا، شغل ديا شويه. مش هنقول لك ما تشتغلش في العمل الحكومي او في العمل الخاص، اشتغل فتره معينه انك تكتسب منها الخبره، وبعدين تفتح مجال لنفسك. المجال اللي بتعرف فيه وشاطر فيه اعمله، مش عيب. بس لازم تطور من نفسك وتكبر من دخلك بالحلال طبعا. وده شيء، والطموح مطلوب، والاجتهاد اللي بيجتهد وبيسعى اكيد والله ربنا هيرزقك في الاخر.